بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بالنسبة لواقعة تعدي ضابط الأمن المركزي على المجني عليه الشاب زياد سايس جراش نادي القضاة، نحيط سيادتكم علما بالحقائق الآتية: أن حقيقة الواقعة أن خلاف حدث بين الضابط والمجني عليه زياد في مساء الليلة السابقة على مساء ليلة الضرب، أي أن بداية الواقعة كانت في مساء ليلة 28 يوليو. وحدث أن قام الضابط بأن بيت النية وعقد العزم وانتوى التعدي السافر على المجني عليه كما هو متداول في جميع المنصات. الفيديو المنتشر. حابب اعرف الجميع ان الواقعة كانت في ليلة 28 وليس 29. 29 ده فيديو الضرب، انما في اليوم السابق للواقعة اللي هو مساء ليلة 28 حدث الخلاف بين الضابط وزياد على ان الضابط ليه احقية يركن العربية او ينتظر ولا لا. وانتهى الامر وانصرف الاثنان، وده روح وده روح والموضوع انتهى. الضابط لم يلقى حديث زياد، طريقة حديثه مع المتهم او الضابط ما عجبتوش. جاء بقى في اليوم التالي اللي هو مساء ليلة 29 جاء انتظر زياد وقام بالتعدي عليه. الواقعة دي كده زي ما حضراتكم شايفينها، الواقعة دي كده مش ضرب، دي كده شروع في اكل مع سبق الاصرار. ده الضرب ده يبقى ضرب لما تضربه بوكس واحد بوكسين، انما الواقعة قبلها بيوم وتروح وتحضر بالعربية وكان معاك يعني حد في العربية وتنتظر المجني عليه، وبعدين لما يبقى لوحده وتروح تضربه الضرب ده، لا انت كده ما بتضربش، انت كده بتموت، انت كده منتوي القتل، لان الواقعة كانت قبلها بيوم. فالواقعة على التصور الحقيقي بتاعها بالطريقة دي عكس المعلن. المعلن ان في خلاف وحدث ضرب، لا، الحقيقة ان كان في خلاف في اليوم السابق في مساء 28 والموضوع انتهى وخلص. انك ترجع بقى وتجيب نفس الشخص اللي كان معاك او السيدة اللي كانت معاك، يعني طريقة كلام زياد معاك ما عجبتكش فانت تيجي تاني يوم تتعدى عليه بالطريقة دي، لا ده انت كده شروع في قتل ورسمي. ولو يعني لو اي حد عاوز يشوف محاضر جنايات شروع في قتل بوكس واحد واخد 10 سنين سجن مشدد عندي. فاحنا كده بنتكلم في تكييف قانوني اخر. انت كده الواقع امبارح وانت جاي لي النهارده، لا كده انت مبيت النية وعاقد العزم. فاحنا بنستأذن الجهات المعنية، يعني انا الاوان حق زياد يرجع، المجني المتهم ده يتعمل له ضبط واحضار وينفذ ويتسأل ويتحبس. اشمعنى هو اللي ما يتحبس؟ يعني اشمعنى هو؟ في انتظار البيان القادم باذن الله.